الشهيد صالح موسى محمد نور في عام 1952 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، والتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية في عام 1981. اعتقل الشهيد هو وكل من أخويه عمران وسلمان وسامان من قبل النظام البعثي السابق، بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد صالح وإخوته في معتقلات البعث لأقصى أنواع التعذيب النفسي والجسدي دون أن يعرفوا التهمة الموجهة إليهم أو الذنب الذي ارتكبوه. أعدم الشهيد صالح في عام 1983. ذوي الشهيد لم يعرفوا أي أثر له إلا ما بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن الشهداء المعدومين المغدورين.